النعيم. وما أدراك ما الجنة؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سيدنا موسى عليه السلام يسأل ربه: يا ربي ما أدنى أهل الجنة منزله؟ فيقول سبحانه: ذاك رجل يجيء بعدما يدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: ادخل الجنة. يقول: يا رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقول الله سبحانه وتعالى له: أما ترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول العبد: رضيت يا رب. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله. فقال في الثالثة: أي رب رضيت؟ قال: لك ذلك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. قال: يا رب فأعلاهم منزلة. قال الحق سبحانه وتعالى: أولئك الذين أردت غرس كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أيها الصائمون الذين صمتم بالأمس لله جل وعلا، وفي هذا اليوم جائزتكم من الله سبحانه، والجوائز في رمضان كثيرة، فلله في كل ليلة عتقاء من النار. وإذا كان آخر ليلة من الشهر الكريم غفر الله لهم جميعا للصائمين. يسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهي ليلة القدر؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم. يا من كنتم تصومون في وقت واحد وتفطرون في وقت واحد وتعبدون ربا واحدا، ألا فاتخذوا ولا داعي للفرقة والشحناء فيتمنع الخير. فقريبا علمنا أن الذي منع الناس أو منع الناس أن يعلموا ليلة القدر، وقد كان رسول الله أراد أن يخبرهم أنه تلاقى رجلان، وعندما ترفع الأعمال إلى الله يقال: انظروا المتشاحنين حتى يصطلحا. فالعيد فرصة لصلة الرحم، العيد فرصة لصلة الأقارب، العيد فرصة لعمل الخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامنا أعيادا، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله ذي القلب الرحيم والخلق العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبعد، فيا أيها المسلمون الموحدون لله، حافظوا على طاعة ربكم سبحانه وتعالى. والإنسان ينتقل من عبادة إلى عبادة أخرى، فإذا ما فرغ من عبادة قال له ربه: فإذا فرغت فانصر. أيها المسلمون الموحدون لله، لقد وسع النبي صلى الله عليه وسلم في الأعياد على أصحابه وعلى الناس جميعا. فلقد قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بكر عندما سمع أن هناك جاريتان عنده يغنيان بغناء بعاث، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا. في العيد
العيد فسحة فيما أحل الله سبحانه وتعالى. في العيد فسحة وفرصة لصلة الأرحام، في العيد فرصة للتقارب والتزاور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا الفرح والأعياد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا. اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. اللهم احفظ مصرنا بحفظك يا رب العالمين. احفظ قائدها وشعبها وشرطتها وجيشها، احفظها كلها يا رب العالمين، فإنك قلت وقولك الحق. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والد هلا وليد، هلا وليد، الطفلة هلا وليد. شكرا شكرا شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 الله أكبر. الحمد لله ما خرج المسلمون لصلاة العيد بعد أن صاموا رمضان لله عز وجل، صاموا نهاره وقاموا ليله طاعة لله ورسوله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون الموحدون